Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه صاحي من النوم حالا مالا فعلا. يا رجاله عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، في بدايه الفيديو كده، الفيديو ده انا ولا قصدي ان انا اقلل من حد، ولا ان اطلع اقول لك انت تلعب ايه وما تلعبش ايه. في الاول والاخر يا صاحبي، دي الالعاب هدفها الاساسي انها تسليك. زي ما انت عارف ان اليومين اللي فاتوا نزلت لعبه اونر اوف كينجز، واللي ما يعرفش اونر اوف كينجز دي واحده من اقدم العاب الموبايل على الموبايل. يعني اللعبه تقريبا نزلت من 2014، هي اقدم من موبايل ليجندز. واللعبه دي كانت نزلت فتره وبعدين شالوها، وكان لها قاعده جماهيريه. المهم ان مع نزول اللعبه دي نزل سيل من الفيديوهات عودة اونر اوف كينجز، اللعبه اللي هتدمر وايلد دريفت. فاهم؟ افضل لعبه موبا. بص يعني انت حر في الاول والاخر تلعب اللي انت عايزه وما تلعبش اللي انت عايزه. بس يعني انت لو عايز رايي في موبايل ليجندز، انت لو عايز رايي الشخصي في اونر اوف كينجز، فانا بصراحه شايف انها لعبه خرا. هي لعبه خرا ما تتخيرش عن موبايل ليجندز اللي احنا هنتكلم عنها النهارده اصلا. فبص يعني احنا هنخلي اونر اوف كينجز ديت للاخر، احنا مش هنتكلم عنها دلوقتي. يعني لها جزء مخصص، ان هم اصلا تقريبا رشوا جميع صناع المحتوى بتاع ليج ان يخلوهم يتكلموا عنها. وبصراحه مش بعيب عليهم، يعني هي مش حاجه غلط. هم لو كانوا دول فلوس، انا حرفيا كان زمان دلوقتي طالع بطبل لهم ومطلع لعبتهم دي افضل من جاد اوف وور ورددت. حرفيا كان زمان ممكن كنت امسح دلوقتي فيديوهات ليج اللي عندي. عليك تربيه وسخه وافي. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن موبايل ليجندز. بص يا صاحبي، اللي ما عرفش فكره العاب الموبا يا جدعان، لعبه الموبا هي عباره عن مابا طويله عريضه فيها 4 لينات. فاهم؟ المفروض ان هم 5 ضد 5، انت معاك تيم وقصادك تيم، انت بتحاول تدمر قاعده اللي قصادك وتاخد الطورات بتاعت اللين، كل لين. فاهم؟ وتاخد بقى جولد واكس بي فاهم؟ المفروض يبقى في حاجه اسمها مينيونز طبعا، او وحوش جانجل بتفرمهم او بتقتلهم عشان تاخد جولد واكس بي. جولد والاكس بي اللي بيساعدك ان انت تاخد اسلحه اكتر. فاهم؟ فايه، فتطور من نفسك وتبقى اقوى وتكسب الجيم. هي دي فكره اللعب. بص، فكره اللعب بسيطه، ما فيهاش اي حاجه يعني ايه مميزه. طيب، عامه ليج يا جدعان اول ما نزلت كانت واخده افكار، مش هقول سرقه، مش سرقه، واخده افكار من دوتا. ودوتا ذات نفسها اصلا كانت واخده افكار من وورد اوف كرافت. فيا جدعان يعني مش عيب ان انت تاخد فكره من لعبه او 2 او 3، او يعني تسرق كام شامبيون عادي. يعني انا ما عنديش مشكله، انا عندي مشكله انك تستيل ذا هول فاكينج جيم. يا جدعان الناس ديت مش سارقين، مش واخدين فكره، دول حرفيا سارقين اللعبه كلها بالشامبيونات، بالسكنات، فاهم؟ بالابيليتيز، بكل حاجه، بكل حاجه. ما في يعني يخرب بيت ما فيش كرياتيفيتي فيكم يا جدع. ده يعني ده ليج يوم ما زهقت رفعت عليهم 7 قواضي ولا مش عارف كام. يعني اولهم كانت قضيه في 2016 ووايلد كسبتها. المفروض يعني ان شركه موبايل ليجندز كانت اعلن ان هم خلاص هيبداوا ان هم يعني يبقى ليهم اسلوبهم الخاص. فاهم؟ هو الفكره في ايه؟ انت دلوقتي يعني اقتبست حاجه من حد. يعني هي زي ما قلنا، هي الفكره ان الموبا ديت يعني فكره واحده بس انت بتحط عليها بصمتك. فاهم؟ فانت حرفيا يعني انت بتتكلم في لعبه يا جدعان مالهاش بصمه، يا جدعان مالهاش اي حاجه فعليا. اللعبه حتى الجيم بلاي بتاعها خرا، تصميم الشخصيات فعلا خرا، تصميم انمي يعني. فاهم؟ ولو انت مش عارف تصمم اي شخصيه فبتحط شخصيه شعرها اصفر، فاهم؟ وشها وش كيوت كده، فاهم؟ وش انمي مع فاهم شكلها حلو شويه، اللي هو حرفيا تصميم رخيص اللي هو بتجذب الناس وخلاص. اللعبه الابيلتيز بتاعتها طبعا مسروقه كلها من ليج. وبرضه على فكره خلي بالك، ليج كانت بتستعمل الاسلوب ده في بعض الشامبيونات يعني، لكن مش زي موبايل ليجندز. حتى يعني على الاقل ليج ليها قصه، ليج ليها عالم، فاهم؟ في شغف في الموضوع. ده بالنسبه للتصميم الشخصيات. بالنسبه للجيم بلاي اصلا ما فيهوش جيم بلاي حرفيا. يعني انت تقريبا يعني انت بتنزل الجيم يا جدعان، يعني اللي هو كل واحد بيروح في حته، لو انت على الله هننزل على الله بقى. فاهم؟ الله الوكيل. ما فيش يعني، ما فيش جانجل اصلا. بدايه كده في الجيم مفيش جانجل حرفيا. انا كنت دخلت لعبت
بشخصيه اسمها مي. يعني لعبتها اسبوع. انا عايز اقول لك ان انا طلعت يعني حرفيا انا عديت مثلا بتاع 4-5 رانكات، عامل بتاع 70 جيم وين ستريك. انت متخيل؟ انت فاهم يعني ايه 70 جيم وين ستريك؟ لا ومش 70 جيم مثلا لو كسبتهم عادي، لا ده انا طالع ام في بي في 70 جيم بشخصيه. فانا عايز افهم هل درجات الشخصيه دي او بي ولا انا اللي لعيب ولا اللي بيلعبوا دول بوتات اصلا، لان ده رانك، فانا ما اعتقدش ان دول بوتات يعني. فلا يعني فيا جدعان لعبه بص غرضها الوحيد التسليه، يعني ما تستاهلش ضجه فاهم. وحتى اصلا يعني اللعبه دي السبب الاساسي في ان ليه تنزل للموبايل اساسا عشان تنافس موبايل ليجند. لا بصراحه مش شايف ان مفيش منافسه، انا شايف ان مفيش منافسه. يعني الناس اللي بتقعد تقول لك يا موبايل ليجندز افضل كشعبيه، بس ان اللعبه شعبيتها اكبر في الصين لانها قبل الليج بكتير، خلاف ان الليج اصعب. يعني الليج لعبه تنافسيه اصلا فاهم، فانت ما ينفعش تقارنها بلعبه يعني حرفيا على الله. ده بالنسبه لموبايل ليجندز. بالنسبه بقى يعني عايز اتكلم شويه عن اونر اوف كينجز. بص يا جدعان يعني اللعبه اللي لعبتها يعني طبعا هي ارحم من موبايل ليجندز، عشان الناس بتقول لك زي موبايل ليجندز وبتاع، هي ارحم يعني. وطبعا يعني مش سرقه كتير، يعني هي ما بتسرقش، هي واخده افكار. لكن يا جدعان اللعبه ستيل خرا يعني كجرافيكس كنظام لعب. واكتر حاجه منرفزاني يا اخوانا هي فكره تصميم الشخصيات. يا جدعان انا عندي مشكله مع انك ما تكونش لاقي فكره فتعملي شخصيات على شكل انمي. اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش. يعني بص يعني حرفيا اداء يعتبر تصميم رخيص قوي، اللي هو فكره ان انت مش لاقي مش عارف تعمل فكره حد فبتعمله حلو قوي فاهم، اللي هو نموذجي. وعايز اتكلم عن موضوع الانمي ده شويه. يعني بص الانمي ده منتج ترفيهي مبدئيا، يعني زيه زي اي منتج ترفيهي انت شايفه في حياتك فاهم. انت حقك طبعا تتفرج عليه وتتاثر بيه كمان. يعني انا جري فتره ان انا اتاثرت بجيم اوف ثرونز، حرفيا انا كنت مدمن المسلسل، انا كنت مدمن المسلسل يا جدعان يعني فاهم. كنت حرفيا بخلص الحلقه اتفرج عليها تاني. انت متخيل اللي هو حلقه اصلا ساعه يعني فاهم. وبالنسبه لي اصلا المعركه دي افضل معركه في المسلسل. هتلاقي واحد يقول لي طب المعركه بتاعت الانديد ديت اللي هي في اخر الموسم، ما بص يعني المعركه دي كانت ممكن تبقى افضل منها لولا النهايه بتاعتها. النهايه بتاعتها خرا يعني، اتفق او تختلف ان النهايه بتاعتها خرا، بس انا مش هحرق لك النهايه عشان الناس ما شافتش المسلسل يعني. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انتوا بتشربونا ايه يا جدعان؟ نيجي لموضوعنا. فانت الانمي عندك هو مجرد منتج ترفيهي بس، فما ينفعش تعبده يعني. عارف احنا ومش بتكلم على كل الناس، يعني انا بتكلم بس على فئه معينه كده في مجتمعنا. يعني يا جدعان في ناس فعليا بتقضي يومها، هو يوم حياتها كلها متمحوره حوالين الانمي بس. انت متخيل اللي هو الموضوع مخيف؟ انت بتتكلم ان واحد ما بيطلعش من بيته، ما بيطلعش من اوضته، قاعد طول اليوم بيتابع انمي. الموضوع ده يا جدعان يعني خلاف ان هو اصلا حاجه غلط. يعني انت كده حرام، انت كده دخلت عديت مرحله ان انت تتفرج على حاجه بترفه بيها عن نفسك، انت كده تديها كل وقتك. فده اصلا يعني وخلاف كده حاجه تلات ارباع الحاد. بتتكلم اصلا في حاجه تلات ارباع الحاد. هي اي نعم الانمي احيانا ممتع، لكن فكره لكن مع اني ما بحبش تصميم الشخصيات بتاعتهم تاني فاهم. وما بحبش فكره البنات اللي هم الحلوين بالزياده، اللي هو اللي تحس ان هم كاملين فاهم، مفيش فيهم اي حاجه غلط. اللي هو وبستغرب ان في ناس فعلا بتصور من الحاجات ديت. يعني في ناس بتصور من الانمي. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? اللي هو يا صاحبي انت اللي هو بيخش يتفرجوا على مواقع لو انت فاهم انت فاهم بنمح لايه. مش هقولها طبعا عشان احنا قناه فاميلي فريندلي، بس يا صاحبي بص انا بالنسبه لي اي حد بيشوف ده كده، انت يا اسطى انت مش طبيعي يا اسطى. انت محتاج تعالج، انت حرفيا محتاج تعالج. جاي. والفكره كلها ان انت عندك منتج ترفيهي كلعبه اونر اوف كينجز او موبايل ليجندز. فبص الفكره كلها ملخص اللي بقوله ده، يعني انا مش طالع نظره لحد والله، يعني انت حر تلعب اللي انت عايزه، دي لعبه فطالما بتسليك خلاص. لكن يعني يا باشا يا جدعان بجاوب المقارنات ده اللي هو انا مش عارف ما بقارنش بليج باي لعبه ثانيه، ان الليج حرفيا هي افضل لعبه على الموبايل. ايوه انا فاهم ان في ناس تقعد تقول لي دي شعبيتها كذا ودي عدد لعبها كذا. يا جدعان دي شعبيه، مجرد شعبيه. ليج يا جدعان لعبه اي سبورتس، لعبه تنافسيه فيها بطولات وبتاع. يعني نعم احنا لعبتنا خرا قوي شويه يعني ما فيهاش نوع من انواع التنافس. اللي بشوفه في الرانك ده حرفيا بيجلطني، ده بتجلط من الرانك اصلا. بس على الاقل هي لعبه صعبه يعني اصعب من الباقي.
وافضل منهم من نواحي كتير قوي. فما ينفعش تقارن ليك باي لعبه تانية، فاهم؟ فانت يعني استمتع بالالعاب التانية والعب ليك براحتك عادي، فاهم؟ الحته دي انا كنت بشوفها كتير، فنفسي اتكلم فيها يعني مش اكتر. وبس يا صاحبي، ده كان كل اللي عندنا النهارده. ما تنساش لما انت تتفرج على اليوتيوب تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتتابعنا على الانستجرام والفيسبوك. وبس، بيس. اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تشتمني وفي يبقى كده بتقدرني، انما بتعمل تقرا وما تعملش حاجه، تبحلق وتبرق بس في الكومنت او في البوست بحلق بره، انت داخل على الفيسبوك عشان تبقى بحلق بره.